مدينة جرادة. مدينة جرادة هي مدينة مغربية معروفة بالفحم الحجري، ويقع إقليم جرادة في الجهة الشرقية للمغرب على مساحة تقدر 9300 كيلومترا، وتمتاز مدينة جرادة بتضاريس يغلب عليها الطابع الجبلي، وبمناخ قارس بارد شتاء وحر وجف صيفا. عديدة هي الكتابات التاريخية التي ترجع نشأة جرادة إلى العقد الثالث من القرن المنصرم، كما هو الشأن عند السيولوجي باسكون وروبيرو مونتاني، اللذان يرجعان الفضل في تشييدها إلى فرنسا. ولكن يمكن اعتبار مثل هذه الكتابات تدخل في باب الدعاية للمرحلة الكولونيالية، لأن جرادة كانت معروفة منذ أمد بعيد، وكانت عبارة عن مجال جغرافي واسع يخضع لسلطة جبلية ذات غابة تتشكل أساساً من أشجار البلوط. وكانت جرادة معروفة قبل اكتشاف الفحم الحجري فدان الجمل، وكانت مجالاً لرعاية القبائل البدوية المجاورة، أولاد سيدي علي ابن وكيل، عين ابن مطهر وغيرهم. وهذه القبائل كانت تقطن في خيام من الصوف والحفا. اعتمدت هذه القبائل على الاقتصاد الرعوي الذي يعتمد على تضامن الجماعة، ويتميز بالثقافة الواحدة وبنفس العادات الاجتماعية. ويمكن إجمال هذه الأسباب التي كانت وراء عدم استقرار هذه القبائل واعتمادها على التنقل والرعي: قساوة المناخ، ونقص مصادر الماء، ووجود جرادة خارج محور الطرق التجارية. بداية نمو وتطور مدينة جرادة. عرفت مدينة جرادة تحولاً كبيراً بعد اكتشاف الفحم الحجري، حيث استطاع الجيولوجي الفرنسي لويس جونتيل سنة 1908 من التوصل إلى اكتشاف العلامات الأولى لوجود الفحم الحجري. وفي سنة 1927، وتبعاً لدراسة أجرتها شركة اسطاع الجيولوجي البلجيكي أورغي، تم اكتشاف حوض الفحم بجرادة. بدأ استغلال الفحم بمجرد الانتهاء من حفر آبار الاستخراج سنة 1936. وتشجيع الوافدين على مدينة على الاستقرار، أنشأت شركة المفاحم أحياء ودكاكين وأماكن للتسلية وأخرى للعبادة، في احترام تام للتقاليد الإسلامية والتقاليد المغربية. وبفضل كل هذا عرفت مدينة جرادة تطوراً في القطاع المنجمي، ومع الإنتاج المرتفع للفحم قامت شركة مفاحم شمال إفريقيا التي أشرفت على تسيير المنجم منذ 1947 بالرفع من عدد العمال إلى 6000 عامل. ويسجل تاريخ هذه المدينة عدة أحداث خالدة، منها زيارة محمد الخامس رفقة ولي عهده الحسن الثاني سنة 1936، وزيارة الجنرال الاستعماري الفرنسي جون سنة 1948 عندما تسلم الفرنسيون استغلال وإدارة المنجم من البلجيكيين. وفي سنة 1962 قام الملك الراحل الحسن الثاني بزيارة للمدينة، وقد زارها أيضا ملك محمد السادس سنة 2001. في الأخير نشكركم على حسن المتابعة.